اليوم انعقدت دورة الدورة الاستثنائية لجامعة السمارة المخصصة للتداول حول 3 نقاط أساسية. الأولى متعلقة بقراءة ثانية فيما يتعلق بمشروع الميزانية. أنتم تعرفوا على أنه سنويا كاين هناك عجز على مستوى الميزانية ديال الجامعات الترابية، أنه دائما خاص تعود قراءة ثانية للتأكيد ديال هذاك العجز. النقطة الثانية متعلقة بانتخاب منتدبين على المستوى ديال مجموعة الجامعات الجهوية الساقية الحمراء للتوزيع، وهذو المنتدبين يمثلوا مجموع التراب ديال الجهة. كل جماعة ترابية على مستوى الجهة تعطي منتدبين ديالها. السمارة عندها 4 المنتدبين، واليوم تم انتخابهم. تعلق الأمر بالأخت خديجة بوالفتوح، والأخ محمد العالمي، والأخت فاطمة العدلي، إضافة لعبد ربه. بطبيعة الحال هناك توجه على أنه عضو رؤساء الجماعات ولا زاد البلديات اللي كاين على مستوى الجهة أنهم يكونوا حاضرين على مستوى مجموعة الجامعات، باش يكونوا هما اللي كذلك حاضرين على المستوى ديال الشركة الجهوية اللي إن شاء الله العام الجاي يتم التأسيس ديالها. مفهومة هذه القضية، لأنه البلديات هما اللي فيهم ساكنة بنسبة كبيرة 95%، الساكنة القروية قليلة، ولكن هما اللي هم المعنيين بالتسيير ديال الشبكات ديال ماء الصالح للشرب وديال تطهير السائل وديال الكهرباء. إذن هذه النقطة الثانية. ثم كذلك المرور إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هي اتفاقية متعلقة بإعادة استعمال المياه المعالجة. إذا رديتوا البال كانت السنة الماضية اتفاقية متعلقة بإعادة الاستعمال، كان فيها طرفين فقط، المجلس الإقليمي والمجلس البلدي، وكان الهدف منها هو أنه نوصلوا الماء المعالج للمدينة. اليوم هذه الاتفاقية فيها مجموعة من الشركاء، فيهم وزارة الداخلية من خلال البرنامج الوطني ديال تطهير السائل، فيهم المجلس الإقليمي، فيهم المجلس الجماعي ديال مدينة السمارة، فيهم الإدارة ديال الحوض المائي، ديال الإدارة ديال الجهة المائية من خلال المساهمة ديالها المالية، فيهم الإدارة ديال المياه والغابات. فيها مجموعة من الشركاء اللي فيهم اللي يساهم بالموارد المالية، فيهم كذلك المستعملين ديال المياه المعالجة، جماعة السمارة من خلال المساحات الخضراء اللي كاينة فيها، والمياه والغابات من خلال الغابة الحضرية والحزام الأخضر. هذاك المياه المعالجة تم استعمالها في هذو نقطتين. المجموع الإجمالي تقريبا شي 32 مليون ديال الدرهم. هذا الحمد لله مبلغ استثماري كبير، واللي الهدف منه حنايا حاليا هو أنه يعمل السقي ديال الغابة الحضرية والحزام الأخضر والمساحات الخضراء، ولكن عندنا ملي كذلك توجه مستقبلي على أنه لما لا يستعمل في الفلاحة. انتم شفتوا التجارب كاينه معدله على مستوى واد سلوان، التجارب اللي درك حاليا. بطبيعه الحال هناك مجموعه من الامور حول هذا الموضوع اللي تنقال على هذا الموضوع، لكن الاساسي انه هذه هما اللي هذيك المياه المعالجه، وكاين تجارب وعدة تبليده ثانيه اللي عادت ذاك المياه المعالجه عاد صالحه للاستعمال الفلاحي، وهذا توجه نمشوا فيه. كان هذه الاتفاقيه وكاين فيها الدعم ديال المعالجه، بتعود معالجه ثلاثيه كانت تعمل في السقي ديال المساحات الخضراء. الحمد لله هذه اتفاقيه مهمه واساسيه، ويكون عندها انعكاس ايجابي لا على المستوى البيئي ديال مدينه السماره، على مستوى التوجه ديال ترشيد الموارد المائيه، وعلى المستوى كذلك مولي حتى الترشيد ديال النفقات ديال الجماعه، لانه كاين جزء من النفقات يمشي لاقتناء الماء الصالح للشرب من اجل سقي المساحات الخضراء. اليوم ننتظر هذه الاتفاقيه طريقه التنفيذ ان شاء الله في 2025 لنوفاو من هذيك النفقات ونعودوا نستعملوا هذاك الماء اللي اصلا ترك له ضايع في الواد. اذا هذه تقريبا مجمل المواضيع اللي ناقشت في الجلسه، وكانت فرصه باش في البدايه نرحبوا السيد العام المعين على اقليم السماره، بطبيعه الحال جايب نفس جديد، ونهنوه على الثقه المولويه اللي عينوا بها صاحب الجلاله على اقليم السماره، ونأكدوا كذلك على الورش الملكي اللي اشرف مع تعيينه على تنزيله، وقضيه السماره مدينه بدون صافي. هذا الحمد لله اليوم واقع ما فيه نقاش، اليوم واقع السماره اليوم مدينه بدون صافي. يبقى الاعلان الرسمي ان شاء الله وليعود وفد هام اللي بطبيعه الحال لابد من يشارك فيه فاعل اساسي، واللي كان مولي عنده دور كبير لابد ان نشكره، وانتم ولا نشكره، اللي هو السيد الوالي
ديال الجهه، كان عنده دور اساسي محوري لا فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الماليه اللازمه، ولا فيما يتعلق كذلك بالمساهمه الفعليه في تدبير هذا الملف. اضافه بطبيعه الحال الفاعل اساسي ثاني وسياسي ومهم ووطني هو الحاج حمدي، واللي لابد ان نشكره من هذا المنبر، لانه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كان عنده دور اساسي اول شيء لانه الجهه بعد كاع كفاعل ترابي مهم. ما يمكن تنزيل مجموعه من البرامج بدون مساهمه ديال الجهه. اليوم الجهه اصبحت فاعله، والحاج حمدي انسان اللي كيف قلنا فاعل سياسي وانسان وطني، واضافه للبعد المولي السياسي، يعني سواء بالنسبه لنا كمنتخبين نمثل حزب سياسي اللي عنده قياده وطنيه اللي مثلها الحاج حمدي، وعنده مولي قياده جهويه وعضو اللجنه التنفيذيه ومنسق، وبالتالي حضوره معنا ودعمه مشكور عليه، من قد على انه يترافع معنا على المطالب ديال الساكنه وماشي يترافع معنا عليها باش نجحنا في الورش ديال المدينه بدون صفيح، ونتخطاو ان شاء الله المشروع ديال التاهيل الحضري، واللي تشوفوا في القريب العاجل ما يسر القلب. بطبيعه الحال ثم المحور ديال السكن، هما اللي راكم شايفين الساكنه الاصليه خالق مجموعه من المطالب ديال الساكنه، وبالمناسبه هي مشروعه وحنا متفقين معاهم عليها، وماشيين ان شاء الله ربنا باش نترافعوا عنها لدى الشركاء المعنيين وعلى راسهم السلطه المحليه، ومارينا في السيد العام الجديد الا كل الترحيب ما يتعلق بالمبادرات التي تستفاد منها الساكنه الاصليه، وان شاء الله ربنا تشوفوا كذلك طبيعه الحال حنا والفنا على انه نشتغل في الصمت، وكاين مجموعه من المبادرات تعدل وتشوفوها ان شاء الله تنزل على ارض الواقع. شكرا جزيلا.